في نهاية السنة ومع بداية سنة جديدة عايز أقول لك قصة قصيرة في دقيقة بس محتاجة منك إنك تسمعها كويس للآخر. زمان كان النجاح بالنسبة لنا إننا نذاكر ونجتهد علشان ندخل كلية من كليات القمة زي الطب والصيدلة والهندسة. بس عايز أقف معاكم هنا اللحظة، لو واحد مجموعه ما جابش أي كلية من الكليات دي يبقى خلاص حياته انتهت على كده. ده اللي حصل معايا بالظبط، من واحد كان مشروع حارس مرمى عالمي ومطلوب في أندية، وحصل معاه ظروف حولت حلمه إنه يدخل كلية هندسة وبعدها ما يجيبش مجموع يدخله الكلية اللي نفسه فيها، وفي نفس الوقت يواجه مشاكل الحياة، الفلوس والمجتمع والمستقبل اللي مش باين له أي ملامح. المعافرة خلتني أشتغل على نفسي وأشتغل أي شغل موجود، مش شرط إنه يكون مناسب مع تعليمي أو تربيتي، بس كان شغل وخلاص علشان أكون راضي عن نفسي وأكون شخص فعلا ليه لازمة في الحياة. بعدها اكتشف إن في حاجة اسمها تعليم ذاتي، وده من خلال الكمبيوتر أو اللاب بتاعي ووصلة نت قدرت أتعلم مجال أشتغل فيه من أي مكان وأجيب منه فلوس كويسة، وفي نفس الوقت كنت شغال وبدرس في الكلية مع الكورسات اللي كنت بتعلمها مع نفسي. انت كمان تقدر ابحث ودور، المصادر كتير والانترنت مليان. شوف ايه المجالات المطلوبة دلوقتي وهتلاقي لها مصادر كتير جدا، سواء عايز تتعلم انجليزي، موشن جرافيك، مونتاج، برمجة، اي مجال. حتى لو مهنة حرفية هتلاقي مصدر بيشرح لك كل حاجة عن المجال. المهم ان انت تبحث وتدور واسأل على جوجل او يوتيوب، هتلاقي اجابات وكورسات تعلمك مجالات مختلفة. التعليم الذاتي هيطورك وهيخلي عندك مهارات مطلوبة دلوقتي وفي المستقبل. قوم حالا وغير من حياتك وخليك شخص عنده طموح، حتى لو المجتمع اللي حواليك بيأثر بالسلب على قراراتك. ركز في حياتك ومستقبلك وانجح، لان مفيش حد عايز يسمع لحد فاشل، لكن لما تنجح كله هيسمعك وهيكون عايز يسمع قصتك، وتقدر ساعتها تأثر في المجتمع. التعليم الذاتي هيغير حياتك حرفيا.